اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى كده ان شاء الله كده فيديو جديد. انا عايزه اقول لكم انا لسه مخلصه الفيديو دلوقتي وقلت امنتجه وانزله كده على بيت ما يحمل بس عشان ينزل بالليل. آه، طبعا احب اشكر كل الناس الجديده اللي معايا كلكم، حبايبي واخواتي وصحابي. في منكم صحاب ومنكم ناس عزاز جدا عليا، وبس في الاخر والله كلكم عندي. آه، يعني بحبكم كلكم والله، كل اخواتنا في الدول العربية كلكم على راسي طبعا. كل البلاد على راسي من فوق. يشرفني ويسعدني وجودكم عندي في القناة. طبعا عايزه اقول لكم الجو حر جدا جدا عندنا. او ممكن عشان انا في اسكندريه فواخده ان الجو بيبقى فيه طراوه شويه كمان بقى وانا بنضف وكده هوت. يعني الواحد بيعمل مجهود، فجسمه بقى ايه بيتحرر اكتر واكتر. فعايزه اقول لكم كان الجو حر بس ايه يعني تمام. انا قلت بقى ايه انضف الريسبشن معاكم النهارده كده كله. وعايزه اقول لكم هو يعتبر زي 3 صالات في بعض كده. فتعب والله، فقلت كده انضفه كده واشارككم كده روتيني. وكمان كان عندي حبه مواعين بصراحه، قلت كمان اغسلهم كده معاكم بالمره. عايزه اقول لكم البيت والله بصوا ما بيخلص. يعني اقول لك يعني كل يوم ربنا يدينا الصحه ويعيننا يا رب كده جميعا و... ويقوينا ستات شطار كده حلوين. ويعيننا يا رب كده ويعين كل ام وكل رب اسره على بيته يا رب كده. وارزقنا كلنا يا رب الرزق الحلال المبارك فيه كده بحق الايام المفترجه يا رب كده ويبارك لنا في صحتنا وفي ولادنا وفي اهالينا. ويبارك لي في امي ويشفيها ويشفي كل مريض يا رب. والله امبارح عيني وجعاني شويه، فامبارح خدت امي كانت عندي. وماما اصلا مش بتشوف بعينها خالص. ماما كفيفة. ماما كانت بتشوف بس بقالها سنتين كده نظرها راح خالص بسبب ضغط عندها. الضغط بيعلى عندها، هي اصلا عندها الضغط وعندها ضغط عين كمان. وهي كمان من زمان وهي عينيها كانت بتبقى دايما بتبقى حمراء. بس ماما ايه كانت يعني ايه ما كانتش بتهتم يعني. طبعا عايزه اقول لكم بقى ايه امبارح بصراحه كانت عندي. خدتها واختي كانت عندي برضو، اختي تعبانه والله. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. رجليها مورمه جامد، يعني رجليها ورمه مش طبيعي. وراحت لدكتور الغده كمان عشان الغده عندها تعبانه. عماله بقى شغاله في اشاعات وحاجات وتحاليل ربنا يشفيها يا رب ويشفيك يا اختي ويشفي كل مريض ويشفيك يا امي ويشفي كل مريض يا رب. امبارح بقى خدت ماما وانا كمان رحت معاها، رحنا كشفنا على عينينا عند الدكتور. وانا كمان الدكتور كتب لي على قطره كده. هي بصوا هي مضاد حيوي ومعقمه للعين ويعني ومطهره يعني فاهمين. بس فبصراحة جبتها اخدتها وكتب لي كمان على النضارة. النضارة دي مش نظر، لا قال لي نظر كويس. هو خليها لي، قال لي عشان قلت له انا يعني شغلي كله على التليفون. فقال لي بما ان شغلك كتير بقى على التليفون انا هكتب لك النضاره دي تلبسيها لما تبقي ماسكه التليفون. بس اهم حاجه عندي في كل دوت ان انتي لما تبقي لابسه لما تبقي ماسكه التليفون ما تبقيش قاعده في ضلمه. لان غلط على فكرة، غلط ان حتى دكتور قبل كده برضو بتاع عيون قال لي نفس الكلام. غلط يبقى انتي ماسكة التليفون والدنيا ضلمة وقاعدة ماسكة التليفون والاضاءة بتاعت التليفون دي غلط على عين، غلط جامد. فقلت له لا انا ببقى مشغلة الاضاءة اصلا. فقال لي لا خلاص تمام ماشي. فبصراحة دكتور ممتاز وشطور كده ودكتور ابن حلال بجد، فضلت ادعيله لانه ذوق واخلاق. فاهمين قصدي ايه بصراحة يعني. احب اوي انا الناس اللي بتقول شكرا وميرسي، والناس كده عندها كده اتيكيت في الكلام كده مش مدب ويقولوا يعني. في ناس كده بصوا هقولكوا على حاجه ملهوش دعوه بالتعليم على فكره الكلام ده. يعني ممكن حد ما يكونش متعلم يكون عنده ذوق قوي في الكلام وبيعرف ازاي يتكلم ويعرف ازاي يرد. وممكن واحد متعلم تلاقوه بيرد كده رد ناشف، رد يجرح اللي قدامه او يكسفه. لكن بجد هو دكتور ذوق جدا ومحترم، ربنا يبارك له يا رب.
المهم كشفت بقى طبعا لماما، وعايزه اقول لكم لما بخرج مع ماما بصراحه انا بوديها في اي مكان. عايزه اقول لكم مش بتتعبني، انا ببقى زعلانه عشان هي بتتعب مني بمعنى يعني لما اجي انزلها من على سلالم واطلعها واجي اركبها مثلا التونية او يعني ايا كان هركبها مواصلة ايه. عايزه اقول لكم بتصعب عليا لان هي بتتبهدل مني، فاهمين؟ يعني مش بتبقى شايفه يا عيني نفسيتها تعبانه، ماما نفسيتها تعبانه. المهم بقى ايه، خدتها يعني ورحت كشفت لها وقعدت اتكلم معاها واحنا عند الدكتور. والله بجد بصوا ماما عارفين كده نسمة الدنيا هي ماما. يعني دعوتها الحلوة ليا دي والله العظيم انا ربنا بيكرمني عشان خاطر امي راضية عليا، والله العظيم. وعشان انا نيتي خير، وعشان انا مفيش في نيتي حاجة غير ان انا طالعة استرزق، طالعة يوتيوب، طالعة مكان تاني، طالعة استرزق فيه وربنا يرزقني فيه برزق بناتي. هو ده كل دماغي وكل ده تفكيري وبدعي ربنا وعارفة ان ربنا دايما هيرضيني وهيكرمني، لان انا نيتي خير ونيتي يعني اكيد انتوا حاسين بيا واكيد انتوا فاهمين الكلام اللي انا بقوله كويس قوي. انا مش طالعه اتمنظر او كده، لا والله. انا طالعه استرزق واجيب لبناتي اللي نفسهم فيه يعني اي حاجه بناتي يبقى نفسهم فيها اجيبها لهم، لان الظروف المعيشيه دلوقتي بقت صعبه جدا بجد. يعني ربنا يعين كل حد يا رب على بيته وعلى حياته، بجد والله العظيم. ربنا يعين كل واحد على بيته وعلى حاله وعلى حياته. بس قعدت اتكلم مع ماما امبارح كده انا دايما بفتح لماما قلبي، وبس امبارح قعدت اتكلم معاها قلت لها ماما انا نفسي اعمل كذا ونفسي اعمل كذا ونفسي اعمل كذا. قالت لي والله يا غاده كل اللي انتي نفسك فيه هيحصل، وكل اللي انتي بتتمنيه هتعمليه، عشان انتي يا بنتي نيتك خير وعايزه تعملي خير، فربنا هيرضيكي وهيديكي كل اللي نفسك فيه يا بنتي. وقعدت تقول يا بنتي انا راضيه عليكي وانتي بتريحيني، وانتي يعني اخواتي طبعا والله، يعني احنا كلنا تحت رجليها يا جماعه والله. بس ايه هقول لكم، كل واحد ليه تفكير غير التاني. يعني انا مثلا بص انا مش هحدد حد فينا بالظبط، لا. يعني في واحده مننا مثلا بتحتوي امها وتسمع كل كلامها، وحتى لو مامتها مثلا الكلام ده يعني ممكن ما يكونش بنسبه 70% صح. يعني ماما دايما عايزه اللي تقوله يتعمل، وهو كلامها بيبقى صح على فكره. وماما اصلا بطبيعتها طيبه حنينه حنينه قوي على فكره، على الغريب قبل قرايبها. يعني ماما بطبعها حنينه. مثلا لو ماما مثلا معاها 50 جنيه وحد محتاج حاجه مثلا، تديله ال25 جنيه وهي تاخد 25 جنيه، او ممكن تديله الفلوس كلها. ده طبع ماما كده، وانا كده على فكره، وبابا الله يرحمه كان كده. فاهمين قصدي؟ اخواتي برضو حنينين جدا على فكرة. اخواتي اللي في ايديهم اخواتي برضو حنينين. يعني احنا ما فيناش طبع الغباء، الحمد لله احنا اتربينا على كده واهالينا كده. اتربيت في بيت اهل ابويا، كنا بيت عيلة، كانوا اهل ابويا كده برضو حنينين، هم حنينين. والاخت دي كانوا كل عماتي كلهم كانوا في بيت واحد، كلنا بيت عيلة مع بعض. عايزة اقول لكم دي مثلا دي محتاجة حاجة، مثلا الأخت دي محتاجة حاجة أختها التانية تديها لها. لو عايزة طبق طبيخ تديها طبق الطبيخ. عارفين الناس بتوع زمان الحلوين دول الجدعان الناس الطيبة بتاعت زمان الحلوة دي، هم بقى كده عند في بيت أهل بابا. واحنا عايشين هناك، يعني احنا طبعا سيبنا البيت من زمان، سكننا برا يعني. عايزه اقول لكم يعني كنت انا انزل لعمتي اكل عندها، ابقى ممكن اكون متغديه فوق في بيتنا، بس انزل تحت لو لقيت عمتي عامله مكرونه. انا بحب مكرونه عمتي، اقول لها عمتي هاتي طبق مكرونه، تقولي حاضر يا كوكي، تديني طبق مكرونه كده. لو عمتي محتاجه حاجه اعمل اساعدها، لو عمتي عايزه تنشر غسيل اقف انشر لها الغسيل. اتربيت على كده، اتربيت على الجو بتاع زمان الحلو دوت يعني ناس كتير يقولوا لي يا غدا انت طيبه، انت حنينه، انت لسانك حلو.
عايزه اقول لكم كل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده والله انا واخداه من اهلي. انا طلعت، بصوا اللي بيطلع على حاجه بيتربى عليها. انا اتربيت ونشأت في بيت عيله كلهم كده ايد واحده، اخوات حنينه على بعض. جدي الله يرحمه كان، الله يرحمك ويسامحك يا جدي. انا ما شفت يعني جدي، انا لما اتولدت يعني انا كان عندي 9 شهور تقريبا، لا كان عندي تقريبا شهرين وجدي توفى الله يرحمه. فانا يعني انا ما وعدتش عليه يعني، بس كانوا بيحكوا لي بقى عليه وكده. جدي الله يرحمه كان شغال، هقول لكم. عارفين زمان في ايام في افلام الابيض واسود، الحرس اللي هم بيبقوا راكبين الحصينه وبيمشوا في الشوارع بالليل كده يشوفوا لو حد ماشي لو حد كده. جدي الله يرحمه كان كده، مش عارفه بقى ده اسمه ايه والله، ما مش فاكره، مش مركزه دلوقتي. كان جدي كده الله يرحمه كان من الناس اللي هي بتتفقد كده الشوارع، مش عارفه اسمهم ايه والله، المهم يعني. الله يرحمك يا جدي ويرحم جميع موتى المسلمين ويرحم ابويا وابهات المسلمين اجمعين يا رب ويرحم كل من توفى يا رب. المهم كنا خلاص بقى احنا متربيه. انا بصوا يا جماعه عمري ما غير طوبي، عمري ما غير طبعي. انا زي ما انا وهفضل طول عمري كده. طول عمري لساني حلو مع الناس، عمري ما غلطت في حد. الحمد لله الحمد لله بشهادة الناس كلها اللي تعرفني، لساني حلو مع الناس. انا مش بفخر في نفسي او بمكد في نفسي او كده، لا الحمد لله. كل اللي عرفني حبني من عند الله، مش عشان انا قلت حاجة او عملت حاجة او كده، لا. المحبة دي من عند الله، لا المحبة دي حاجة كده من عند ربنا، ما فيهاش اي كلام، ما فيهاش اي حاجة. ف طبعا عايزه اقول لكم بقى ايه. امبارح بقى لما اتكلمت مع ماما هي بقت قعدت تدعي لي كتير. دعواتها دي بقى ماما كل ما تدعي لي ماما والله العظيم الاقي حاجات كتير كده تتفتح لي وحاجات حلوه تحصل لي. والله الحمد لله ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها يا رب كده، ودايما كده معايا يا رب. دايما دعوات امي قاعده لي الحمد لله، ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها يا رب. والسعادة الحقيقية يا جماعة بجد والله، عايزين تنجحوا في حياتكم تبقوا كل حاجة حلوة معاكم، رضا أمكم وأبوكم عليكم بجد والله بتفرق كتير قوي. ربنا يخلي لنا أهالينا ويخلي لنا حبايبنا ويرحم موتانا وأموات المسلمين أجمعين يا رب، وارزقنا برزق ولادنا الرزق الحلال المبارك فيه يا رب، ويكفينا شر الحرام وشر ولاد الحرام بحق جاه النبي محمد يا رب. انا بحبكم جدا جدا والله، وليكم مني كل احترام وتقدير، كلكم على راسي من فوق والله العظيم. طلبي بس رجاء منكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو عشان يرفع الفيديو، عشان اكتر عدد من الناس يشوفوه. ده طلبي منكم. وشوفوا الفيديو لحد الاخر ما تتخطوش الاعلان، لان عايزه اقول لكم اصلا القناه المشاهدات بتاعتها يعتبر واقعه. بكلمكم بجد والله يعني المشاهدات اصلا واقعه خالص عندي. فده رجاء مني ليكوا طبعا. بص انا هنا كنت خلصت الريسبشن خالص، وقلت بقى كده بخره كمان كده بشويه بخور كده. النظافه حلوه والروايح الحلوه. عايزه اقول لكم بصوا انا كنت مفرهده، وشي دوت عمال يجيب في ميه، فرهدت خلاص مش قادره بجد، فرهدت بطريقه مش طبيعيه. وفي مروحه في الصاله انا كنت حطاها وشغلتها. بصوا هنا بقى كمان حطيت المصليه كمان. بقولكوا بصوا انا خلاص انا فرهدت، انا مش قادره خلاص. بصوا هنا كنت خلصت بقى كده خلاص. عايزه اقول لكم انا ما رضيتش اشيل السجاد لان اصلا من تحتيه نضيف، وانا بشفط اصلا الارض فالارض نضيفه. مكة بقى كالعادة كده لازم تطلع في الفيديو، ما ينفعش ما تطلعش في الفيديو. كان عندي بقى كده كمالية بتاعت البنات والدفاية. عايزة اقول لكم بحطهم في الغسالة وانساهم والله، الغسالة دي نعمة كبيرة في البيت اقسم بالله. حطيتهم بقى كده هنا في الغسالة وهبدأ اشغلها واسيبها بقى مع نفسها. ابقى انا برضو كده ايه خلصت حاجة برضو. بصوا انا بحب دايما اشارككم كل فيديو، اخد جزء كده ما كنش الفيديو اللي قبله عملت فيه. يعني مرة الريسبشن، مرة أوضة المعيشة والبلكونة مثلا، مرة أوضة النوم بتاعتي، فاهمين قصدي كده. فأنا بحب أعمل كده. هنا بصوا كنت خلصت بقى كده، نشرت كده حبة الغسيل اللي عندي، دخلت بقى كده على المطبخ كده على السريع. في حاجات كنت غسلاها قلت اشيلها
بصراحه عايزه اجيب الصفايه، في صفايه كده بتاعت اطباق وكده، عايزه اجيبها. بس بيني وبينكم والله بجد يعني بصراحه انا ما عنديش دولاب مطبخ اصلا، في المطبخ بقالي سنين من ساعه ما اتجوزت انا ما عنديش دولاب مطبخ اصلا. فبتمنى والله العظيم نفسي فعلا اعمل دولاب مطبخ، هيفرق معايا كتير بصراحه يعني، هيلملي الدنيا والدنيا تبقى حلوه كده. بيفرق يا جماعه، بيلم الدنيا، بيلم الحاجه كده وترصي كده حاجتك كده بنظام يعني عايزه اقول لكم والله العظيم انا لسه منضفه المطبخ من تحت الحوض وكده، عايزه اقول لكم كركب تاني. لان دايما يعني لا عارفين، هقول لكم على حاجه، لما تبقي عامله دولاب مطبخ بتبقي عارفه كل مكان كده حاطه فيه حاجه، هنا مثلا حاطه المعالق، هنا مثلا حاطه كوبايات، هنا حاطه اطباق، هنا مش عارفه حاطه ايه، هنا مثلا حاطه بهارات كده، فبيفرق بصراحه كتير بصراحه. لكن لما تبقي حاطه ما عندكيش كده، انا عايزه اقول لكم ان منظمه حاطه كل حاجه في مكانها من تحت، يعني حاطه مثلا علبه كده فيها بهارات وفيها الحاجات الزياده، بس بيني وبينكم برضو بتفرق كتير بصراحه. فقلت بقى هنا اقف كده اغسل حبه المواعين معاكم. عايزه اقول لكم فرهده جامد والله العظيم، ومش قادره، عطشانه. ربنا يدينا الصحه والعافيه بجد والله، ويديكم الصحه والعافيه ويعينكم ويقويكم يا رب، ويعيننا ويقوينا على حياتنا. وبحبكم جدا جدا بجد، انتوا فارقين جدا في حياتي، مبسوطه جدا ان انتوا معايا. عارفين كده، انتوا كده زي سند وظهر بعد ربنا. بجد انتوا على فكرة شيء اساسي عندي في القناة، شيء اساسي في حياتي دلوقتي، مبقتش اقدر استغنى عنكم ولا استغنى عن كلامكم الطيب. كلامكم الطيب اللي هو تدعوا لي دعوة حلوة، تقولوا لي كلام يعني يديني دفعة لقدام. في ناس عندي في القناة والله بقالهم فترة كبيرة معايا، بجد بشكرهم من قلبي، وعايزة اقول لكم ان هم مش من بلدي والله. بيفضلوا دايما يحفزوني ويقولوا لي ان شاء الله اللي جاي احلى واحلى. ده بيفرق كتير على فكرة في النفسية، بيفرق كتير معايا ان الاقي دايما كده حد يفضل يقول لي انتي كويسة وانتي. الحاجات دي بتفرق كتير معانا على فكرة والله العظيم، بتفرق كتير في نفسيتنا كستات. تحسي كده ان الواحد يعني مبسوط وفرحان. بصوا هنا بقى كنت كده خلصت خلاص. قلت بقى كده اغسل الرخامة، ماشي، واغسل بقى الحوض كمان وكده الحمد لله. ابقى انا كده خلصت. والله بفكر اصلا كمان، والله عايزه اجيب مروحه احطها في المطبخ على الحر اللي انا شايفاه في المطبخ. المساحه دي حلوه جدا 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 بجد، تحفه تحفه تحفه، بتشيل كل الرغاوي، يا دوبك بقى تمسحي كده وخلاص. هنا بقى كده قلت اغسل الحوض برضو كده زي ما انتوا شايفين. الحوض ده بتاعي انا بعشقه. ليه بقى بعشقه؟ لان هو لونه بيلمع وحلو، فبيدي كده احساس بالنظافه كده وقمر كده. وانا دايما ايدي فيه على فكره، والحاجه طول ما انتي ايدك فيها على طول الحاجه بتبقى زي الفل كده وبتبقى جميله معاكم. طبعا لو وصلتوا حد هنا ما تنسوش بقى تحطوا لاختكم لايك، وتدعوا لي دعوه حلوه كده في الكومنتات، وتقولي لي بتتابعوني منين. يشرفني ويسعدني وجودكم دايما معايا والله العظيم، على راسي من فوق. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله النهارده الساعه 11 هعمل لكم بس